أسعد الله مساءكم متابعين قناة الحقيقة مع بدران. أهلا بكم. هذا الأسبوع فوجئ العالم بقرار جمهوري من جمهورية مصر العربية من رئاسة الجمهورية يؤكد أن مصر قامت بترسيم الحدود بينها وبين ليبيا. هتقول لي يعني إيه؟ هقول لحضرتك إنه قرار جريء وتم في منتهى السرية. ايه السبب ان مصر لم تفصح ولم تعلن عن هذا الاتفاق او هذا القرار الا بعد التنفيذ او بعد توقيع الاتفاقية؟ هقول لحضرتك ويعني ايه ترسيم حدود. اولا، لمن لا يعلم، ان كل دولة من الدول المطلة على البحر في حاجة اسمها المياه الإقليمية. المياه الإقليمية اللي هي المياه اللي بتكون ما بينها من بداية شط هذه الدولة، الشط الترابي بتاع هذه الدولة أو أي دولة، متجه إلى عمق البحر 140 كيلو متر. ده اسمها المياه الإقليمية، دي حق أي دولة، وممنوع اقتراب أي سفن أو أي مركبات بحرية أو أي قوات أجنبية دخول المياه الإقليمية، لأن تعتبر ال 140 كيلو دول أمن قومي لتلك الدولة. تمام؟ بعد ذلك اللي هي المياه الدولية اللي هي بتكون في منتصف البحر. طيب، مصر رسمت الحدود بينها وبين اليونان وتم التنقيب على الغاز، وربنا يعني سبحانه وتعالى كرم مصر بحقل الغاز، حقل زهر اللي النهارده بنقول بيسدد في ديون مصر. طيب، جينا نرسم الحدود بيننا وبين ليبيا عشان نبحث عن الغاز او نبتدي مصر تعمل عقود مع الشركات للتنقيب عن الغاز. تدخلت تركيا، وكلنا كنا نعلم، جميعنا نعلم أن تركيا لها أطماع في ليبيا وكانت تعرقل هذه الاتفاقية. مصر بكل سرية فاجأت العالم وفاجأت تحديدا تركيا بأنها رسمت الحدود بينها وبين ليبيا، وأضافت في عمق البحر 6 كيلو متر ونصف، 6 كيلو ونص في عمق البحر للمياه الإقليمية المصرية. يعني ايه مياه إقليمية مصرية؟ يعني المياه الإقليمية المصرية دي حق هذه الدولة أيا كانت، ولكن احنا نتكلم عن مصر. حق مصر التنقيب عن الغاز وعن النفط في هذا العمق وهذه المنطقة، ولا يحق اقتراب أي دولة من الدول. وإن تدخلت أي قوة أو أي قوات عسكرية لتلك المناطق المتفق عليها ترسيم الحدود دوليا، تعتبر اعتداء على هذه الدولة ويتم التعامل معها عسكريا. تمام؟ إذن حكومة الوفاق الليبية الموالية لتركيا الآن تستنكر هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية، وتركيا في حالة غضب من هذا القرار وهذه الاتفاقية، لأن تركيا من فترة عملت ترسيم حدود ما بينها وبين ليبيا لمضايقة اليونان، وفي نفس الوقت طمعا في الغاز الليبي، ولم يعترف بها العالم. ولكن مصر، وبعد شهر من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره رجب طيب أردوغان في قطر في افتتاحية كأس العالم، بعد هذا اللقاء والصحف العالمية والإعلام العالمي بكل أنواعه تحدث عن هذا اللقاء، وقال لك إن بدء عودة العلاقات المصرية التركية. طيب، مصر تفاجئ العالم وتفاجئ تركيا تحديدا بأنه تم ترسيم الاتفاق على ترسيم الحدود بين مصر وبين ليبيا، مما أغضب تركيا وبشدة. وبدأت بعد ما كنا بنقول إن العلاقات بيننا وبين تركيا هتبتدي
في العودة تدريجيا أعتقد ستسوء تدريجيا، ولكن هذا لا يهم الشعب المصري أو القيادة المصرية. ليه؟ لأن كل دولة بتبحث عن مصالح بلدها أو شعبها. طيب ده بالنسبة لترسيم الحدود. كنا نعلم منذ أسبوع أو حوالي تقريبا 10 أيام على القمة الصينية العربية والخليجية والسعودية، وكان هناك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذه القمة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الصينية العربية. بناء على هذا قامت أمريكا بعمل قمة أفريقية أمريكية ودعوة خاصة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ليه؟ لأن أمريكا وجدت إن الصين وروسيا ابتدوا يغزوا أفريقيا، وده مش لمصلحة أمريكا. فابتدت أمريكا تعمل قمة على يعني نقول مقابل القمة الصينية والقمة الروسية سابقا، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك التقى بالعديد من المسؤولين الأمريكان، وأهمهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استضافوه في وزارة الدفاع الأمريكية، أقوى وزارة دفاع في العالم. هذه الاستضافة لمن لا يعلم لها مؤشرات إيجابية ولها نوايا أمريكية. يعني إيه؟ هقول لحضرتك إن أنا أستضيف رئيس دولة عربية أو أفريقية داخل وزارة الدفاع الأمريكية اللي هي البنتاجون، أقوى وزارة دفاع في العالم، ويلتقي بوزير الدفاع ومحادثات سرية. إذن هنا لتلك الزيارة مغزى أو أهمية. أهمها تقريبا كانت مصر طالبة من روسيا الطائرة السوخوي 35. كلنا نعلم أو المتابعين إن حصل خلافات في هذه الصفقة ولم تحصل مصر عليها، والأسبوع الماضي تم نقل هذه الصفقة إلى إيران من روسيا. الطائرات المصرية اللي كانت متعاقدة عليها مصر، السو 35 أو السوخوي 35، طائرة السيارة الجوية المقاتلة الجوية، أحدث طائرة في العالم، تم إعطاء هذا العقد إلى إيران من روسيا. طب ليه؟ زي ما قلت لحضرتك إن مصر حصل هناك بعض الخلافات، وإن لم تكتمل الشروط المتفق عليها بين مصر وبين روسيا في هذه المقاتلة، وأهمها كان رادار الطائرة السوخوي 35. كلنا نعلم الحرب الأوكرانية الروسية، وكان حليف للروس الإيرانيين أمدوا روسيا بالطائرات المسيرة بدون طيار التي تميزت بالمناورات وبسرعتها وبصغر حجمها، ويقال أنه هناك يتم نقل صواريخ من إيران إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. فكان أقل واجب أو أقل مكافأة تكافئ بها روسيا إيران إنها تديها الطائرات السوخوي 35. إذن مصر إيه اللي دخل حتة السوخوي 35 في زيارة الرئيس للبنتاجون؟ نقول مبروك الاف 15 طائرة السيارة الجوية من الجيل الرابع. إذا أعتقد إن مصر هتحصل على هذه الطائرة الاف 15 المتقدمة وطائرة السيارة الجوية، وتضاهي السو 35 أو السوخوي 35. إذن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولقائه مع وزير الدفاع الأمريكي في البنتاجون لها وضع عسكري. طيب نرجع نتكلم تاني كده. وكان هناك لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة
آل صهيون. آل صهيون اللي هم يهود أمريكا اللي بيحكموا أو يتحكموا في القرار الأمريكي، وكان هذا مطلب من مطالب اليهود أو الصهاينة الأمريكان اللي هم بيتحكموا في القرار الأمريكي. وأعتقد أن هذا اللقاء كان لقاء اقتصاديا. يبقى كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي بايدن والقمة الأمريكية، ثم مع وزير الدفاع الأمريكي، ثم مع اليهود أو الصهاينة المتحكمين في القرار الأمريكي. وهذه كان هذا لقاء اقتصادي. اللقاء الأخير كان بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين وزير رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. ويقال أنه تم النقاش بين أو في هذه القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد والرئيس الأمريكي حول قضية سد النهضة. طيب، نتكلم بعد كده في الجانب الروسي الأوكراني. كلنا نعلم من الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة، وكل يوم عن الآخر نسمع أحداث دموية وقصف وتدمير للقوات الروسية. حرب الشتاء الوضع اللي احنا فيه النهارده درجة الحرارة في أوكرانيا وفي روسيا 15 و13 تحت الصفر، ده حقيقة. لذلك الروس النهارده عاملين دفاعات قوية استعدادا لانتظار الامدادات من القوات الروسية. وكل يوم والتاني يبتدوا يقصف العاصمة الأوكرانية كييف. ايه المشكلة النهاردة؟ المشكلة ان في صواريخ الدفاع الجوي الامريكية، احدث منظومة دفاع جوي في العالم امريكية اسمها باتريوت. امريكا ابتدت تنقل للقوات الاوكرانية هذه الصواريخ اللي هي منظومة الصواريخ باتريوت للتصدي للصواريخ الروسية. دي ستطيل من مدة الحرب، لأن في الصواريخ دي مش هتكون مؤثرة لأنها تتصدى لها منظومة الدفاع الجوي. إذن على القوات الروسية تغيير منظومة الحرب بالنسبة لها. لابد أن تقترب وتقصف بالمدفعية. القصف اللي هي بتقصفه كل يوم بالصواريخ مش هيكون له تأثير لأنه هيتصدى إليه الدفاع الجوي. إذن هنا على القوات الروسية القصف بالمدفعية. طب المدفعية مش هتجيب المدى اللي بتجيبه الصواريخ، ولأن طبعا الصواريخ بتكون صواريخ موجهة فهتقصف بالمدفعية ودانات غير موجهة. إذن عليها الاقتراب من المدينة. إذن إذا اقتربت القوات الروسية ستلتحم أو ستصطدم بالقوات الأوكرانية، هنا ستكون الخسائر فادحة. لذلك روسيا في مأزق من نزول بطاريات الدفاع الجوي الباتريوت المتقدمة عالميا إلى أوكرانيا. ويقال أنه يتم التدريب منذ شهور للقوات الأوكرانية في إحدى المعسكرات الألمانية. إذن هنا أمريكا تسعى لمد الحرب ل 2025، هكذا قال المحللون. إذن أمريكا مستفيدة من هذه الحرب، وروسيا أيا كانت هناك خسائر مادية ولكن بتستفيد من هذه الحرب. بتستفيد بمبيعاتها للنفط، مبيعاتها للغاز، اكتساب أراضي عسكرية، سيطرة وهيمنة على أوروبا. ولكن الخاسر الأكبر هي الدول، أغلب دول العالم وخاصة الدول النامية وأيضا الدول الأوروبية. أكثر الدول تأثرت بهذه الحرب هي الدول الأفريقية والدول الآسيوية. وأمريكا المستفيد ببيع الأسلحة، مستفيدة باقتصادها ما بيتأثرش، مستفيدة من عملة الدولار اللي التهبت عالميا وضيعت العملات الأخرى بجانبها بالمقارنة.
ولكن أمريكا تنوي أو الغرب ينوي مد الحرب إلى 2025. حفظنا الله وإياكم. هذه بعض المقتطفات من الوضع العالمي والعسكري. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.